كمان انا حابه اعرف ايه الفئات اللي بتقبلها الاكاديميه، ولو في برضو اختبارات، يعني حابه اعرف. هي احنا بنقبل من اول 6 سنين تمام. لحد 25 سنه. اوكي. يعني اي بنت عايزه تلعب هتلاقي مكانها موجود. بتبقى الاختبارات ان هم بينزلوا بيلعبوا. في بنات بتبقى لعبت قبل كده، يعني احنا عندنا بنات لعبت في انديه، في اكاديميات في انديه، وهي معانا دلوقتي. ريتال. في بقى احنا متقسمين فرقتين، فرقه في ناس لعبت قبل كده او بقى لهم فتره معانا، اوكي. مستواهم خلاص بقى كويس. وفي فرقه اول مره يلعبوا كوره خالص في حياتهم. فانا بشوف البنت ديت هتبقى مناسبه وتستفاد اكتر مع انهي فرقه وبنزلها معاها. تمام. انا برضو حابه اعرف في البرامج التدريبيه في إليت عامله ازاي، يعني مثلا بيبقى في دورات معينه، حابه اعرف اكتر الجزئيه دي. كل بنت بيبقى ليها الفايل بتاعها. اوكي. علشان نعرف هي كويسه في ايه، لو هي كانت لعبت في مكان قبل كده، ولو ما لعبتش في مكان بنكتب الحاجات اللي هي عايزه تتطور فيها. وبنبدا نشتغل. وكل تمرينه بنتكلم مع الكوتش وبنشوف البنت ديت اتطورت في ايه، لسه ما اتطورتش بس. وبيبقى فيه يعني متابعه دايما. ده اللي برضو كنت لسه هسألك فيه، ان في متابعة من الأكاديمية مع كمان الأهل، يعني بالظبط. بيوصل لهم مثلا احنا وصلنا لحد فين مع البنت ديت او اللعيبة ديت، طيب ايه اللي ممكن نظبطه؟ طب ده اكيد موجود صح؟ دي حقيقة، دي اكيد موجودة. الكباتن بيتكلموا مع الاهل، ولو في حاجة كمان بره الكورة بيبقى الكباتن مسؤولين عنها، ان هم بيساعدوا الاهل فيها.